حقيقة رحيل أوسوريو بعد الخسارة. ميدو يصدم الجماهير بسبب الصفقات. لجنة في الزمالك. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم في قناة زملكاوي. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. النهاردة هنتكلم في 3 مواضيع مهمة جدا. لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. أول موضوع هنتكلم فيه هو حقيقة رحيل أوسوريو بعد الخسارة. انا اول حاجه عايز اقولها لكم، زعلانين من الهزيمه، انا معاكم. زعلانين من النتيجه وانا كمان زعلانين من الاداء وانا كمان متضامن معاكم. اول حاجه، اول تعليق من اسوريو عقب المباراه بعد الهزيمه من الاهلي 4-1. اعرب اسوريو عن اسفه وحزنه الشديد عن هذه النتيجه، معلنا عن تحمله للمسؤوليه الكامله، موجها اعتذاره للجماهير، وأكد إن هو أخطأ في التشكيل اللي بدأ به المباراة، وقال ما صعب الأمر هو استقبالنا لهدف في أول دقيقة. قال إن إحنا كمان لم نقدم أي شيء وبالأخص الشوط الأول، وسنعمل على تصحيح الأخطاء في الفترة القادمة، ومقدر تماما لظروف النادي المالية، لذا لن أضغط عليهم كثيرا، ولكن أحتاج إلى عدد من الصفقات الرئيسية أبرزها مدافع يلعب بقدمه اليسرى. صفحة وانتهت، لن نفكر فيها كثيرا. بصراحة هو مدرب محترم جدا، لأن ما فيش مدرب بيطلع يعتذر ويقول أنا المخطئ. عمرك ما تلاقي هذا النوع من المدربين في الدوري المصري. لو انت لاحظت كل المدربين المصريين لو فيهم حد اخطأ بيقول لك ان اللي خطأ اللعيبة، مش انا اللي اخطأ. اللعيبة ما سمعوش ليا، اللعيبة هم اللي اخطأ. فانا بعتبره راجل محترم جدا ومدرب عالي جدا. الموضوع الثاني اللي هنتكلم فيه هو ميدو يصدم الجماهير بسبب الصفقات. ميدو أكد أن الزمالك لا يمتلك مبالغ مالية للتعاقد مع صفقات مميزة مثلما يفعل الأهلي وبيراميدز. لا يستطيع الزمالك أن يواكب الأهلي وبيراميدز. وأكد كمان أن الزمالك بأزمات مالية طاحنة، فهو مطالب بسداد غرامة سبورتنج لشبونة، إلى جانب كمان راتب المدير الفني الحالي، إلى جانب أزمات عديدة داخل النادي. وشدد على أن وضع الزمالك المالي الحالي لا يتناسب مع أحلام وطموحات الجماهير. الحل هو إيه؟ الشباب، حيث أكد أن هو الاعتماد على الشباب وقطاع الناشئين. النادي هيتطور مستواه لأن هيعتمد عليهم في المستقبل. وبصراحة أنا كمان بثق في الشباب نادي الزمالك، ولكن مش معناها أنك أنت تثق في الشباب لازم تجيب لعيبة على أعلى مستوى، لأنك أنت اعتمادك على الشباب فقط لا غير ما بيوصلكش للحاجات اللي هو قالها. وهنا ميدو بيعتبر بيصدم الجماهير بأن بيقول لك إن مفيش فلوس ومفيش صفقات قوية. ولكن ميدو من قبل كده كان قال أنا عندي صفقات قوية جدا وإحنا جاهزين، وبإذن الله هيبقى عندنا صفقات قوية جدا، وما تخافوش يا جماهير نادي الزمالك. هنا كلامه كله اتغير بعد مباراة امبارح. ولكن بصراحة الواحد من امبارح بيشعر شعور وحش جدا نتيجة الهزيمة الكبيرة جدا اللي مر بيها الزمالك، ان هو في مباراتين بياخد 7-1 من المنافس التقليدي لك، ودي بتعتبر هزيمة كبيرة جدا بالنسبة لنادي الزمالك. فهننتظر ونشوف ايه اللي هيحدث في الفترة اللي جاية، ولكن احنا بنتمنى دايما الخير لنادي الزمالك. الموضوع الاخير اللي انا هتكلم فيه هو لجنة في الزمالك. أكد الصحفي أحمد الخضري قريبا قد يحدث أمر جديد في الزمالك. هو قال كده، وهو وجود لجنة لإدارة نادي الزمالك، وقال إن اللي هيمسك اللجنة هو وجه جديد. طيب، والدليل على كده هو بداية الاستقالات، زي أحمد دعبس اللي هو عضو مجلس إدارة نادي الزمالك اللي هو قدم استقالته، وبيجي بعده بسمة جوهري ستقدم برضو استقالتها مع ضغوط. وفي كمان قال لك ان في كمان ضغوط للجماهير علشان الاستقالات تتوالى،
لان اللي حصل امبارح كان مزعل جدا 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 جماهير الزمالك. فاعتقد ان هنا الوزير بيتدخل في الموضوع ده علشان يعملوا لجنة تدير نادي الزمالك، وقال ان اللجنة ديت بتعتبر وجوه جديدة. انا بصراحة مش مع اللجان. انا بحب دايما ان يبقى في ان دايما في استقرار في نادي الزمالك، لان انت لو دخلت في اللجان بتاخد قرارات لمدة 3 شهور او 4 شهور، فبتخاف تاخد قرارات واشياء من النوعية دي. فلك الله يا نادي الزمالك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ريت تعملوا لايك وشير.